أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في قناتكم عنكبوت للمعلومات. ما تنساوش تخلونا جيم في الفيديو اشتراك للقناة، هكا بنوافيكم بكل ما هو جديد إن شاء الله. الحديث الكثير المتداول على ربح ماجر بعد التصفير والتصفيق من بعض الجماهير في المدرجات بمباراة الجزائر وإثيوبيا. ها هو مرة أخرى المعلق الجزائري حفيظ دراجي يقول: عندما ندافع عن ماجر الشخص واللاعب الدولي السابق وندعو إلى احترام الإنسان، فلا يجب أن نهاجم الجمهور الذي صفر عليه في مدرجات الملعب، لأنه صفر معبرا عن غضبه على ماجر المدرب الذي فشل والمحلل الذي أغضبته تحاليله جماهير عريضة، وربما على بعض مواقفه في حياته. لا يجب أن نعالج الخطأ بخطأ آخر ونتهكم على الجمهور، لأن ماجر شخصية عامة نجحت وفشلت، معرضة للنقد كما المدح مثل غيرها من الشخصيات في كل المجالات. أما الجمهور الرياضي فله الحق في التعبير عن مشاعره العفوية سواء بالتصفيق أو التصفير. يجب علينا أن نتقبله كما هو ونعمل على تهذيب ردود فعله قدر المستطاع.